مرحبا متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم فيديو جديد صورته لكم من الصبح. طبعا انا ما صور دائما من اتريق الصبح. هنا كان الفيديو من كان عندي امتحانات. احنا الامتحان مالتي يعني على راحتي اروح وهاي، فصورت لكم ريوق مالتي نسكافيه وبياض وهاي الشغلات. تريقت ورحت بعدها كان عندي تنظيف. نظفت الصالة مثل ما تشوفون، ونظفت الاستقبال بالمكنسة. انا مو دائما انظف بالمكنسة، انظف بالمكنسة اليدوية والمكنسة اليدوية، واشيل الفراش وامسح، يعني اكنس الناب واشيل الفراش واكنسه، وبعدين امسح القاع كله. دائما امسح، يعني الشتا كله لازم كم يوم انا ماسحه الاستقبال. بس هالمرة ما يحتاج يعني شي نظيف كان، فقلت بس الفراش شوية كان بيه شغلات وهاي، فقلت ما طول الوطنية مشتغلة. شغلت المكنسة الكهربائية على الفراش مثل ما تشوفون، ونظفته بهذا الشكل وكملته. وبعدين فتحت الباب مال الاستقبال حتى شوية كان اكو شمس، حتى يدخل الشمس للاستقبال، وشغلت هم بخور وكملت مثل ما تشوفون. هنا بنات اكو مقتطفات من كنت يم بيت اهلي. انا صبغة شعري بنات، سويته لون هيجي مثل الفراولة. هذا مثل ما تشوفون، هسه راح اشوفكم اياه. هذا صبغته. طبعا اللون لان اني كان شعري اشقر فبسرعة اخذ بيه، واللون مالته طبعا جبنا 3، واحد لماما وواحد لاختي، بس اختي رجعته ما صبغت، واني اختاريت هذا اللون. حبيت اغير لان انا شعري يعني شقارات دائما، انا من زوجة لحد هسه كله لون شقارات ميش. هاي الشغلات اقصه مدرج يم الصالون، اقصه مدرج وبعدين اسوي. هنا هاي شغلات اختي جابتهن. هذا المكياج لاختي، انا جبت بس الصبغ. هذا المكياج كان الاختي جايبته، هذا الحمار وصبغ ظافر وهاي الشغلات، انا بس جبت الصبغ وهي صبغت لي يا اختي. طلع اللون مالته يخبل، لان قلت لكم بنات انا صابغه اشقر فبسرعه اخذ، بس هو اللون يعني ما يبقى مو ثابت. هذا اللون هو لون مثل الفراوله احمر، بس مو ثابت، يعني بالمي يروح مرة مرتين يخف اللون مالته. هنا بنات هم كنت يم اهلي، ماما كانت مسوية هذا الاكل بوتيتو وطماطة هنا، وهذا البصل واللحم دا تحمس بيه. فحبيت اشوفكم الفيديو انزلكم اياه، لان ما منزلت لكم اياه مثل ما تشوفون. طبعا هذا الجدر انا كلش احبه، يستو الاكل بسرعة وكبير، ويعني يصير للدولمة، يصير للبرياني، يصير للمقلوبة، يعني يصير هواي شغلات مثل ما تشوفون. بعدين ماما راح تخلي الطماطة او البهارات وهاي الشغلات، والطماطة وهاي الشغلات خلتهن، وبدأت تقلب بيه تسوي مثل ما تشوفون بهذا الشكل. طبعا بنات شكرا من كل قلبي على تفاعلكم بالفيديو السابق اللي نشرته. طبعا تفاعلكم كلش عجبني، يعني ما راح تقولون انه صح هو مو هواي، بس اني افرح حتى لو شوية انه مشاهدات تزيد. هاي يدل على محبتكم واهتمامكم انه تشوفون الفيديوهات مالتي وتشجعوني اكثر واكثر انه انشر لكم. وان شاء الله انشر لكم شغلات منوعة، يعني مو ملل او نفس الروتين نفس الهاي. انا حتى بالبيت مثل ما تشوفون يعني الروتينات اللي اسويها، او حتى الطبخ اذا شي مكرر ما اعيده بنفس الفيديو، يعني شغلات جديدة، طبخ جديد، روتين جديد، تنظيف جديد، طلعات، مكياج، عناية. طبعا هم طلبا من البنات هسه عناية، ان شاء الله اسوي لكم. طبعا هنا بنات مثل ما تشوفون حالة يرثى لها الكنتور هذا شلع قلبي. اي طبعا بنات ما اعرف ملابس، لان هواي ملابس زوجي ساعة تفلت السكة. هاي السكة مالت مال يعني اللي اعلق عليها الملابس مثل ما تشوفون، يعني يمكن مرتين او 3 نسويها وتوقع، نسويها وتوقع، وتعرفون تعب، والملابس ارجع من جديد اصفطهن واعلقهن من جديد، يعني تعب زايد. فزوجي جاب هذني اللي يتعلقن مال حديد الاصليات، شكلناهن ورجعنا شكلنا السكة، وبعد الحمد لله حاليا ما وقعت يعني ولا خربت. هنا بنات بالليل كان عيد ميلاد حماتي الصغيرة، نسيت انا ما يعني فيديو كل ما اريد انزل لكم ما تصير لي يعني فرصة، فحبيت ان انزل لكم اياه. مثل ما تشوفون كانت اجواء حلوة. طبعا هو اجواء العيد ميلاد كلش حلوة مثل ما تشوفون، يعني فد شي بسيط وهاي وحلو. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، تعليق حلو منكم.